صباحكم ابيض بخطين حمر. صباح نادي الزمالك. طبعا انا عملت فيديو امبارح واتكلمت فيه على ان لو عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر بيلعبوا في الاهلي لسه، وحصل ربع اللي حصل امبارح في الماتش بتاع البنك الاهلي، ما كانش هيحصل اللي احنا شفناه. يعني دخلت جريندو على ناصر ماهر دي لازم انذار وتتحسب فاول، هي ما اتحسبتش حاجه للزمالك. عبد الله السعيد اعتراض ياخد انذار، وهو في الاهلي كان بيركب على ودان محمد عادل وما كانش بيديله لا انذار ولا بيعمل فيه اي حاجه. اللي بيتكلم بقى بيقول لك ان محمد عادل احتواء واحتواء. محمد عادل في الماتش بتاع الاحتواء كان بيقول لك انا شفت ان الامور واخده فانا حبيت ان انا احتوي. الاحتواء يعني ان هو يمتص غضب اللعيبه، مش الاحتواء ان هو بيجامل الزمالك. انا عمري ما شفت الزمالك متجامل من التحكيم. امبارح الكره بتاعت سامسون دي، هو الطبيعي ان انت لاعب، يعني مثلا انا هقول لك على حاجه. في كوره زيزو عملها في الماتش نفس الحكايه، يا دوبك بس يعني ركن، واحمد حمدي يا دوبك ركن على لاعب البنك، خد خد فاول على طول. طب انت بالنسبه لسامسونج في المنطقه وبيلف وبياخد اللاعب معاه، واللاعب حجز عليه وقعد في الارض، المفروض ان دي ما بتتحسبش ضربه جزاء، المفروض ان انتوا عايزينها بتعدي عادي يعني. مع ان انا فاكر ان انت ابو تريكه كان بيبقى من قبل المنطقه بنص بمترين، ويخبط رجليه في الاتنين في بعض، وبعد كده بتتحسب له ضربه جزاء وعادي وزي الفل. هي الفكره ان هو بس يعني يترمي في المنطقه، اما هو حتى لو مضروب من بره المنطقه مش مشكله. المهم هو وقع فين؟ وقع في المنطقه، تبقى ضربه جزاء. لكن انت النهارده انت بتتكلم وبتقول لي ان محمد عادل بيجامل الزمالك. انا عمري ما شفت فيه حكم بيجامل الزمالك. كل الحكام. طب ابراهيم نور الدين ايه؟ ابراهيم نور الدين اللي هو بعد ما هيعتزل هيبقى محلل في قناه النادي الاهلي، ده زملكاوي مثلا وراح يحلل لكم؟ انتوا بتتكلموا ازاي يعني؟ عايز افهم ازاي. وبعدين هي اللي انت بتتكلم واحتواء محمد عادل، هو انت ما شفتش في الدقيقه 11 في كوره كان بيلعبها لاعب الزمالك بالهيد، جت في ايد مدافع البنك الاهلي وما اتحسبتش ضربه جزاء وعدت عادي خالص؟ بس هو العيب مش عيب محمد عادل ولا عيب التحكيم في مصر، العيب على لعيبه الزمالك. لعيبه الاهلي لما بتحصل حاجه زي دي بيوقفوا الماتش تماما ووقفوا اللعب تماما لغايه ما تشوف الفار وتحسب كوره زي دي. لما انت تبقى في الماتشات الحساسه وانت بتمر بازمه وعايز تكسب، لما بتحصل حاجه بتوقف اللعب، اقف اقف مش هنلعب، طلع الكوره بره، شوف الفار. شوف الفار، مش هنلعب غير لما تشوف الفار. هو الاهلي كده. اما بالنسبه للزمالك تلاقي لعيبه الزمالك بتلعب عادي وبتمشي الامور عادي ومش مشكله، يحسبها ما يحسبهاش، يلا احنا لعيبه نظيفه بنت ناس. يحسبها ما يحسبهاش دي بقى هو وضميره، في الغالب بيبقى ضميره كده يعني، زي احنا ما بنشوف يعني.